السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لخوتنا المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن. خوتي العزاز، هذا الفيديو هذا غادي يكون فريد من النوع ديالو. كنتمنى المتتبعين اللي غادي يشوفوا هذا الفيديو يسمعوا ويحكموا ولهم واسع النظر. أنا اللي بغيت نوصل الأخ سعيد ولد أمي نعيمة في الغربة والأخت خديجة طورينو. أنا تفرج في الأخ سعيد ولد أمي نعيمة في الغربة وتفرج في الأخت خديجة طورينو. الأخ سعيد صراحة الله قال واحد الكلام اللي أنا زعما كبر لي في عيني. قال لك سبتني سبيتها، عايرتها عايرتني. يعني ما بيناتناش شي حاجة اللي يعني غادي نحقدوا على بعضياتنا. غلطت فيا ولا غلطت فيها، المسامح كريم. هي خدامة على قانتها وأنا خدام على قانتي. وانا اليوم كندير هذا النداء باش يتم الصلح ما بين الاخ سعيد وما بين خديجه طورينو. انا داخل بخيط ابيض، الا ما بغاوش هما حرين. انا المهم ما قال لي حتى شي واحد شي هضره ولا شي حاجه، ولاني انا هذا الشيء هذا اللي جاني ضد فواحد السيده، ضد واحد السيده ما كرهتش يتصالحوا. والله ما كرهت يتصالحوا باش تطرطق لها المراره وتخلي الناس كامله الدار. وغادي تشوفوا الا تصالح سعيد ولد امي نعيمه مع خديجه طورينو، غادي اليوتيوب غادي ينقلب، غادي يوقع الانقلاب في اليوتيوب، غادي توقع الروينه البلباله. كتعرفوا شنو هي البلباله؟ غادي توقع البلباله وغادي تعرفوا شكون اللي فيه الدغينه وشكون اللي قلبه كحل وشكون اللي ما كيبغيش يلقى الحل. انا صنت لسعيد صراحه الله. سعيد هضر في طورينو قال فيها شي كلام، طورينو ما عجبهاش الحال. عاوتاني طورينو قالت شي كلام لسعيد ما عجبهوش الحال. يعني كنشوف مؤخرا ان سعيد تراجع. الحق السعيد انا نقول لكم اخوتي كيفاش داير داك الانسان اطيب خلق الله. اللسان كاين واللسان كاين كيجاوب على راسو، فهمتوني؟ وما كيدوش ضربته وما كيتفهكش. ولكن القلب الابيض، القلب ديال السلاطين. علاش؟ انا راه ماشي، شوفوا انا راه سعيد ما كيعطيني ما كنعطيه، راه غير المعامله اللي فيه هي باش كنتكلم عليه بهاد الطيبوبه وبهاد بداكشي اللي شافت عيني. وقال لي شوفوا باش تعرفوا سعيد قد فمو قد دراعو. قال لي دريس غادي نجي للمغرب وغادي نتشوف انا وياك. قلت له ان شاء الله. صافي انا ما نكذبش عليكم، واخا في خباري جاو داكشي ما نعيطش نقول له فينك ولا كذا، لا 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 لا. حتى هو صون عليا قال لي خي دريس مرحبا بك. عرضت عليا امي نعيمه وبالموافقه ديال امي نعيمه باش عرض عليا انا. سعيد كيقول الصراحه ما كيكذبش، هذاك الانسان هو اللي ما كيكذبش. كاينه كحله بيضه. تخيلوا واحد الانسان غادي عنده معروض وغادي يجيب الفلوس يعطيها لك باش تركب، وانا ما شديتهاش. ها هو وها هو الاخ مراد الوانكم. حشومه انا خصني نجيب شي حاجه في يدي ديال التكبيره لان انت عرضتي عليا. انا اليوم بغيت نقول كلمه الحق في الاخ سعيد ولد امي نعيمه في الغربه. هذا السيد هذا ما شلنا منه غير الخير والاحسان. فعلا انا انتقدته لاني ما سبني ما والو. شحال من مره هو كيشير عليا ما كيسبني ما والو، عادي. شي هذا هو الانتقاد، ماشي ندخل لك في الاعراض ديالك وفي الوليدات ديالك وفي حياتك الخاصه، لا. انا غير لا طول عليا شي واحد ويسبني وعايرني، هذاك هو اللي كيبقى فيا الحال وكندخل معاه الخصوصيات وكندخل معاه بزاف ديال الحوايج. انا والله ما كرهت، والتعليق ديالكم كتهمنا، ما كرهتش الاخت خديجه طورينو صالح مع الاخ سعيد. ضد في ديك اللي ما كتسمعش، ضد في هذيك اللي ما كتسمعش. شي راه الا تصالحات طورينو مع سعيد غادي يوقع لي انقلاب في اليوتيوب المغربي. وعقلوا ها انا ها نتوما غير يتعلن الصلح قسما بالله العلي العظيم حتى يوقع لي انقلاب في اليوتيوب. وانتم عارفين شكون اللي ما غاديش يبغي هذا الصلح.
نتوما عارفينه. انا ما كنظنش منها ولا منه، هي سبها هي سباتو، هو جاوب هي جاوبات. يعني راكم سمعتوا كل شيء على ودنيكم. انا كنعرف سعيد فيه غير لسانو، طورينو حتى هي كذلك ما كتحقدش على بنادم وما كتبغيش البنادم المضره وما كتشدش في قلبها. ها هي شنو وقع لها مع البدويه؟ قسما بالله العلي العظيم الا صحابات طورينو كيعاودوا لي كتجبدها غير بالخير. قالت لك هذيك صاحبتي وقع لي مع سوء تفاهم، صافي سبينا تعايرنا، صافي يا دار ما دخلك شر، كل واحد مشى لحالو. والمشكل اللي كاين دابا هو كنشوفوا الناس الا دابزات مع البراني كيكون واحد المحنه، كتكون واحد الرفق بديك العلاقه اللي كانت دازت شحال هادي، وديك الاخلاق وديك الطيبوبه كيوليو يحياو، ماشي بحال الدم والعائله والتخفينتين والتشربيكتين والشباكيه المهم نتوما راكم عارفين بلا ما نزيد نكمل لكم. هنا كنقول لخويا سعيد الاصل الطيب، كنتمنى تصنت لهذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخر وترد عليا انت في شي فيديو. ما عنديش مشكل اخي سعيد، انا عرفتي علاش؟ حيت انا غير داخل بخيط ابيض، ما عندي لا اناقه ولا جمال. الا تواصلت معايا طورينو بغيت ربي الا يصبحني لغدا. انا كندير الفيديو دابا مع الساعه 12 قرب 4 دقائق ديال الليل، السبت مع 12 و 4 دقائق مع 12 و 56 دقيقه مع 11 و 56 دقيقه، ال 11 و 56 دقيقه، يعني مازال محسوبين على السبت، فهمتي؟ والله اخي سعيد اما كاينه هضره زايده هضره ناقصه. ديك السيده قسما بالله العلي العظيم الا بنت الاصل، حتى هي بنت الدار الكبيره، وحتى هي مدوزه الخير، وحتى هي مدوزه العز. راه تمضغك ما تسرطك، راه هي هذيك الانسانه الوحيده اللي شتا كتنتقد ولاني ما كتحقدش من قلبها، ما كتحقدش. هادشي علاش درت هذا النداء هذا الاخ سعيد ولد امي نعيمه في الغربه، وما كرهناش والله ما كرهنا قسما بالله. نشوف واخا ما يتلاقاوش ماشي مشكل، ما عندناش مشكل، غير الا تم واحد الصلح. وكنتمنى الاخ سعيد تجي هاد البادره من عندك انت الراجل، الرجالون قوامون على النساء، وكنعرفك انت القلب الابيض والقلب ديال السلاطين ومن الرجوله والشهامه ديالك تقدر تلبي لي هذا النداء. كنقول سعيد ما غاديش يخيب الظن ديالي في هذا الطلب اللي انا طلبته، سمعتو؟ اقسم بالله العلي العظيم وعزة جلال الله وتصالحت طورينو مع سعيد. ها هي كنقولها لكم، غير يتذكر يتنطق الصلح هي وسعيد طورينو، هي وسعيد طورينو، خديجه طورينو وسعيد ولد امي نعيمه، غير يتنطق الصلح تشوفوا القنوات كي غادي ينوضوا يهيجوا. يلا وديك الساعات غادي تحلى الخدمه، يلا وغادي تبان المعنى وغادي تعرفوا مول الحكمه. عرفتوا؟ غادي تعرفوا ديك الساعه شكون هو مول الحكمه، ولا بانت المعنى لا فائده في التكرار. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. شكرا لكم خوتي خواتاتي وتحياتي لكم وتبارك الله عليكم. وغادي نقول لكم راكم عزاز وغاليين، وتحيه كبيره لامي نعيمه البدويه، وشكرا للمتتبعين الاوفياء. دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.